السلام عليكم. أهلا بيكم في عالم التطبيقات. لو انت مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات، تقدر دلوقتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد ومفيد في عالم التطبيقات، ونقدر نشرح لك كل التطبيقات اللي تهمك في حياتك، سواء كانت تطبيقات محلية أو تطبيقات عالمية، زي تطبيقات العقارات وتطبيقات السيارات والتطبيقات اللي بتسرق بياناتك وحساباتك، وكمان تطبيقات التعارف. هنتكلم النهاردة عن تطبيق كاش ناو. حجم التطبيق 53 ميجا بايت، وعملية التنزيل اللي تمت للتطبيق أكتر من مليون عملية تنزيل. كاش ناو خدمة بتوفر لك الاقتراض السريع، يعني لو احتجت فلوس بسرعة تقدر ان انت تستلف مبلغ صغير من التطبيق وتسدد الفلوس على اقساط مختلفة، وكمان تقدر ان انت تستعمل التطبيق عشان تدفع فواتير وتشتري حاجات من النت بكل سهولة، وبمجرد الموافقة على القرض بيتم تحويل الأموال بشكل مباشر إلى حساب المستخدم. وكمان كاش ناو بتوفر لك خدمة السلفة اللي بتخليك تستلف فلوس من شركتك لو كنت موظف فيها، وبتقدر انت تسددها من مرتبك. طبعا كاش ناو بيكون حل سريع عشان احصل على المال في حالات الطوارئ، ولكن لازم أنا اكون واخده بالي وانا بستخدمه، وان انا افكر كويس قبل ما اتخذ قرار القرض. ومن ضمن العيوب اللي بتقع على كاش ناو ان بتكون اسعار الفايدة على القروض الفورية بتكون مرتفعة مقارنة بالقروض التقليدية الاخرى، وكمان التطبيق بيفرض رسوم زيادة لو انت مثلا اتأخرت في سداد الدين. وفي مشكلة تانية ان فترة سداد الديون بتكون قصيرة، وده طبعا بيكون ضغط على المستخدم. كمان نكون حذرين جدا واحنا بندخل بياناتنا الشخصية، لان كاش ناو بيطلب بيانات شخصية كتيرة، فنكون حذرين جدا واحنا بنستخدم التطبيق. وكمان نقرا التقييمات قبل ما نستخدم التطبيق، ونشوف استخدامات الناس التانية على التطبيق ايه. وكمان لازم حاجة مهمة نكون عارفينها، ان احنا نقرا الشروط واحكام القرض بعناية قبل ما نقدم عليها، ونعرف ايه اسعار الفايدة والرسوم وفترة سداد القرض امتى. اتمنى اكون وصلت التطبيق بشكل سهل وبسيط، وياريت بعد تحميل التطبيق كل واحد يقول رأيه في التعليقات، سواء كانت تعليقات ايجابية او تعليقات سلبية، عشان كلنا نستفيد. أتمنى الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ومفيد في عالمنا، عالم التطبيقات، أو التواصل معنا بشكل مباشر على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة مراجع برامج. ولو في أي تطبيقات محتاج في أي وقت نتكلم عنها، ممكن تكتبها في التعليقات وهيتم فورا شرح البرنامج.